السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله. لا فيديو تاعي تلقاكم بخير. اليوم جبت لكم دي ساندويتش يوالموا بزاف لفصل الصيف، ويوالموا بزاف يعني للخرجات للبيكنيك ولا للبحر. توجديهم في وقفه ساهلين، يعني ما تضليش تعمري فيهم، يعني تعمروا ويطيبوا مباشره. اذا نقول لكم اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. دائما ما تنساوش تصلوا وتسلموا على شفيعنا حبيب الله. وراح نبداو ان شاء الله في الوصفه تاعنا. الوصفه تاعنا بزاف بنينه، هاد لي ساندويتش روعه في البنايه البنات، يعني غير مع شلاضه هكذا ومع شويه تاع الكازوز وانت عشيتي وليداتك ولا فطرتيهم، ولا قلت لكم كيما بغيتو تدوهم معاكم للبحر ولا يولموا بزاف. اذا هنا عندي 500 غرام تاع الفارينه، ضفت عليها مغرف ماهيش معمره مليح تاع خميره الخبز، نص مغرف تاع السكر، ودرت الملح بيان سور، وهنا عندي نص باكيت تاع خميره الحلويات. راح نخلطوا النواشف كامل مع بعض، وراح نضيف عليها علبه تاع ياغورت أو عفوا تاع بتي سويس. هذا ريجيم داك اللي يجي الكاري، ولا ما عندكمش ديروا وحده ياغورت ناتور راح تعطيكم نفس النتيجه. راح نضيف عليهم مغرف تاع الخل بهذا الشكل، وراح نضيف 3 مغارف كبار تاع الزيت. هذا ما فيها العجينه تاعنا، يعني سهله مهله، نتيجه تاعها روعه روعه يا البنات، جربوها. فوالا راح نخلط كامل وراح نلم العجينه تاعي بالماء الدافي. تحصلوا على العجينه اللي تكون طريه، يعني خلوها تلاصق في اليد. لي ساندويتش تاعكم باش يجوكم خفاف، شوفوا لازم العجينه تكون بهذا الشكل. فوالا هنا نقي يدي نغطيها، نلمها غير بشويه تاع زيت من الفوق هكذا ونغطيها ونخليها تخمر. نروحوا لافاغس تاعنا يا بنات. هنا في مقله درت شويه تاع الزيت، وعندي كميه تاع البولي اشي، تقدروا ديروا الفيوند اشي كيما حبيتم، خلوها حتى تنشف. هنا ما درت لها حتى حاجه يا البنات، حتى تنشف مليح مليح الماء تاعها يعني، وتبدا ريحه يعني التحمار تاع الدجاج تجي. واش راح نضيف لي زيبيس هنايا؟ عندي بودره الثوم، عندي الملح، عندي شويه تاع الكركم، عندي الفلفل الكحل، وعندي الزنجبيل. هادو هما لي زيبيس اللي درتهم. راح نكتب لكم يعني المقادير اسفل الفيديو. فوالا ونحرك يعني الدجاج تاعي. انا قلت لكم خلوه يتحمر مليح مليح باش يجيكم بنين، يعني ما تشوفوش ماشي غير تشوفوه نشف تقولوا سي بون طاب، لا لا خلوه يتحمر. وراح ندير اون صوص فرomاج مباشره، يعني اللي راهم متبعيني راهم متعودين عليا لا صوص فرomاج ولا صوص بيشاميل، نخدمها مباشره فوق اللحم ولا فوق لا فيونداشي تاعي. نقص على روحي يعني الماعن وتجيني بنينه اكثر. هنا درت مغرف كبيره تاع الفارينه كما راكم تشوفوا فيها، وراني نحمص فيها مليح، يعني حمصوها مليح، ومن بعد نضيف كاس تاع الحليب ونقعد نحركوا فيها هكذا حتى تثقل معنا لاصوص تاعنا. ولا هنا لازم ما تنشفوهاش بزاف، خلوها يعني يعني ما تنشفوهاش بزاف ليسونسيال. انا راح نضيف لها كميه تاع الفرماج اختياري، ديروا الفرماج اللي عندكم، تقدروا ديروا الفرماج رابي، تقدروا ديروا الفرماج هذاك الطري تاع البيدو، المهم واش عندكم ديروا، راح تجي بزاف بنينه. فوالا بهذا الشكل نطفي عليها ونخليها تبرد تماما هكذا باش نستعملها في العجينه. نرجعوا للعجينه تاعنا. شوفوا كي خمرت ضاتنا واحد العجينه روعه روعه يا البنات. شوفوا يعني عجينه رطبه هايله هايله. شوفوا القوام تاعها يعني لازم تجي جاريه كيما هكذا، كيما راكم تشوفوا ماهيش ناشفه. هنا واش درت لها؟ فرغت على شويه تاع الفارينه. نستعينوا بالفارينه ان العجينه تاعنا راهي طريه بزاف. وراح نوزن الكوريات تاعي. هنا من الافضل يعني الا عندكم ميزان سي بون، الا ما عندكم شيء معليش استعملوا يعني عينكم ميزانكم. انا درت الخبيزات كيما شفتوهم متوسطين، ما هم كبار بزاف ما هم صغار بزاف، يعني وزنتهم تقريبا واحد 90 هكذا غرام، 87 90 غرام، يعني كل وحده وش عال فيها. ليسونسيال حلوها بها، خلوها تريح شويه ومن بعد حلوها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. وراح نعمرها. هنايا عندي الفرماج تاع سلايس تاع لي ساندويتش، يعني قسمت حبه على زوج كما راكم درتها بالطول. راح ندير الدجاج تاعي فوقو، وراح ندير كميه تاع البطاطا. بالنسبه للعجينه يا البنات ما تحلوهاش رقيقه بزاف وما تخلوهاش رشينه ثاني، الا حليتوها رقيقه بزاف دوك تشوفوا معايا في النهايه انا كاين حبيبات يعني اللي نفتحوا لي شويه خرج لي الفرماج منهم. دونك النصيحه اللي نعطيها لكم باش ما توقعوش في الخطا اللي انا وقعت فيه،
العجينه تاعكم ما ترقوهاش بزاف، يعني خلوها شويه خشينه هكذا، وباش الفرماج يعني ما تتقبلكمش والفرماج ما يخرج لكمش مع لي كوتي ولا من تحت. بهذه الطريقه شوفوا درت كميه تاع البطاطا مقليه تاع لي فريت، ودرت حبه تاع الفرماج. استعملوا واش عندكم، تبغوا ديروا الفرماج رابي ديروا، تبغوا تستغناو عليه استغناو عليه، يعني راه كاين الفرماج من تحت غير هذاك ويكفي. نرجعوا للعجينه تاعنا نغلقوها كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هنا غلقوا مليح يا البنات هكذا باش ما تخرج لكمش يعني لا فاخس، ونحاولوا نعطوها يعني الشكل تاع باغيت صغيره كما راكم تشوفوا فيها، ولا ساندويتش هكذا بهذا الشكل. وراح نحطهم يعني في صنيوه اللي كنت فرشت فيها البابي كويسون. راح نعاود معاكم وحده على عجاله هكذا باش تشوفوا. هنا الفرن تاعي راني مشعلاتو يا البنات، شعلوه على يعني اعلى درجه. ما راحش يدو وقت طويل يعني باش يخمروا بور لا دوزيام فوا، يعني كي نديرهم في السنيوه نخليهم واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه هكذا، سورتو كي راهي سخانه هكذا. بعد اللي يخمروا لي بيان سور ندهنهم بالبيض، بحبه تاع البيض. انا حكمت حبه تاع البيض دهنتهم بها، وراح ندير لهم يعني شويه تاع الجلجلان من الفوق، اختياري ديروا واش حبيتو ليسونسيال، ودخلوهم للكوشه اللي تكون شاعله من الفوق ومن تحت كما راكم عارفين. يعني هاد المخبوزات كامل يبغوا الفرن يكون سخون يعني من الفوق ومن تحت. انا شعلت لهم من الفوق ومن تحت وخليتهم حتى طابوا، ودوك تشوفوهم في شكلهم النهائي. جو روعه روعه يا البنات كما راكم تشوفوا فيهم، يعني غير مع شلاضه واش يجي ولا كازوز وانتم فطرتوا ولا تعشيتوا، ولا الا كنتوا رايحين للبحر ولا البيكنيك ولا الغابه ولا يوالموا بزاف. الدراري يعني يحبوهم بالبزاف. انا هاد الكميه تاع 500 غرام بالوزن اللي عطيته لكم داك لي 10 خبيزات، يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا فيهم. وشوفوا لا فاخس من الداخل جات شامخه، جو ولا اروع. جربوهم وردوا لي بالخبر. فوالا لحقنا النهايه، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، الوصفه تاع اليوم. ما تنساونيش بالجيم والبارطاج، اشتراك في القناه. تهلاو في صحتكم ومع السلامه.